طلب ايدك مني. نعم يا بي. شو هاد؟ مين هاد؟ زعيط؟ الأجير؟ اللي بيشتغل عنا بدك تجوزه العليا؟ انا قلت طلب ايدها، ما قلت انه رح جوزه اياها. انا عم بستشيرها العليا مشان ما اقطع بنصيبها. شو رايك يا بي؟ يا بي بموت حالي ما بتجوزه. قال زعيط قال. يا عيوني على الحكي، يا عيوني على هالحكي. خلصنا من النور. طولي بالك، بدك تقوي قلبك شوي. والله عم نحكي مع عبد العرسان، يعني من حقه يعيش لحاله ويتجوز كمان. نضحك شوي بقى، خلصنا. يعني خلاص نويت تتركنا؟ أخي والله نحن منحبك، ما بدنا إياك تتركنا. وانتم كمان بتعرفوا قديش انا بحبكم وما فيني بلاكم، لك انا ربيت بهذا البيت كل حياتي. خلي صالحة والله ما عاد ظابطة، قعدتي هون ما عاد ظابطة بنوب. بس أخي مثل ما وعدت أمي ما رح تتركنا مو؟ لك إيه لكان ولو رح ضل مشق عليكم. لك قال هذا زعيم يلي كان اجير عند الزعيم، عرفتيه؟ قال بعد ما صار عقيل بده يتجوز. احذري مين بده يتجوز. عليا، عليا بنت الزعيم. وين رايح؟ عرسان؟ شبك أمي؟ لك شو صار؟ شو في؟ يا بنات شو بو أخوكم؟ ما بعرف ياما، ما بعرف شو صار له. زعيم اليتيم عرسان سألني عن الزيط وشه ما عم يتفسح، وشكله والله أعلم ناوي له عشية قتلي. ايوه، ما قال لك شو بده منه؟ ما قال لي، بس كان كتير معصب. ان شاء الله تعلق بيناتهم، بركي بدحوا شي ضرب بخلصني منه لهذا الصيد. خير زعيم، في شي؟ لا ايه، هو يعني اليوم ما هو بالحاره بنوب بنوب؟ ما هو ابو ولاد عسى. ما هو ايوه، مثل الطير الطاير بتروح على بيته بتشوف لي اذا كان بالبيت ولا لا. اوام ركض ركض ركض. حالك زعيم. جوازتي من زعيط؟ مين قال لك هالحكي؟ هلا فهميني، هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ لا مو مزبوط، بس هو طلبني من أبي. يعني مزبوطة الرواية. إيه بس أبي مو موافق، وأنت بتعرف شو رأيي. لك الله يطمن بالك.